لك الكيلو في اوبر ب5 جنيه والحسابه بتحسب وحاطط صوره عادل امام. والله في صديق بعت لي صوره واخدها سكرين شوت من فيديو، بيقول لي بص في حد رافع فيديو ويعني يعني بيتكلم عن اوبر بس. طب ليه بيتكلم عن اوبر بس وراجل مستاء جدا، اللي طبعا هو كابتن على راسي من فوق ويحترم، اللي هو دايما كلامه عن اوبر بس. دايما واخد صف غير صف اوبر مع انه بيشتغل في اوبر. في بدايه الفيديو هندعي لاخواتنا في كل بقاع الارض ان ربنا ينصرهم ويثبتهم ويرجع لهم اراضيهم تاني ويبعد عنهم ولاد الهرمه ولاد الكلب اللي ما يتسموش، ونرجع نشوف تاني على خريطه اسم فلسطين. فمن فضلك لا تكل ولا تمل بالدعاء لاخواتك، اذكر الله وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فلنكمل الحلقه. ورجعت لك تاني عشان اكلمك اللي فيه فعلا ناس مستاءه من كباتن يوتيوبرات بسم الله ما شاء الله، عندها اعداد، الجو حر بس يعني عندها اعداد كتيره جدا. فالمفروض انت تستغل الاعداد ديت لصالح الكباتن ولصالح الشارع وللصالح العام. ما ينفعش اطلع اهاجم برنامج، وانا قلت الكلام ده كده قبل كده، ما ينفعش اطلع اهاجم برنامج على حساب برنامج. ما ينفعش. حضرتك زعلان ان الكيلو ب5 جنيه مع انك اصلا بتشتغل اوبر وما بتشتغلش البرامج التانية. خلينا بس واقعيين عشان الناس تفهم احنا بنتكلم على ايه يا جماعه. احنا هنا مش في خناقه ولا في مشاده ولا اي حاجه، احنا هنا بنوضح او بنصحح بعض الحاجات عشان في ناس بتقفل من الفيديوهات اللي الناس بتشوفها. يا جماعه بالله عليكم فخليك دايما دقيق. في ناس بتشتغل برنامج واحد بس، اعوذ بالله من كلمه انا من ضمنهم. هتقول لي انت غلط يا كابتن، انت راجل المفروض يوتيوبر وبتعمل حاجات وبتوعي الناس، المفروض تشتغل البرامج كلها. بس انا يعني على درايه بالبرامج التانية، يعني انا طول ما انا شغال بفتح البرامج التانية بشوف ايه الجديد اللي فيه وبطلع اقول للناس، لكن انا ما بحبش اشتغلها لان التفاوض متعب. التفاوض متعب قوي 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 يا جدعان. ويا ريتك بتتفاوض في المكسب، بل بالعكس انت بتتفاوض في الخساره. انا اقعد اتعب نفسي بال5 دقايق اتفاوض مع العميل اللي هو اصلا منزل الرحله. ليه؟ 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 ما هي خساره بخساره، يبقى اشتغل برنامج اوبر بقى بخساره بخساره. هو انتوا عايزين يا جماعه؟ احنا مش فاهمينكم بصراحه، احنا مش فاهمينكم. الكيلو ب5 جنيه في اوبر، الكيلو ب5 جنيه في اوبر، وب4 جنيه و90 قرش و4 جنيه و80 قرش، وممكن تاخده ب20 جنيه، وممكن تاخده ب13 جنيه، وممكن تاخده ب12 جنيه، وممكن تاخده ب9 جنيه، وممكن تاخده ب6 جنيه. سعر الكيلو مش محدد في اوبر. انت بقى ما بتعرفش تاخد الرحلات الحلوه في اوبر، فدي مشكلتك يا كابتن. انا هنزلك هنا سكرين شوت الشغل امبارح. امبارح كان ايه؟ امبارح كان الاثنين. هنزل لك كام رحله كده. انا من بعد زياده البنزين بشتغل على مشاوير الريت بس، المشاوير اللي فيها مكسب، وانا قلت لك كده من اول زياده البنزين. خلي بالك انا قلت لك كده. الاسبوع ده كله مش عارف تتفقوا معايا ولا لا، حرفيا ما فيش شغل. شفت اول رمضان لحد 15 رمضان و20 رمضان كانت الدنيا نايمه ازاي وكلنا كنا بنشتكي. واقسم بالله انا كل يوم من اول الاسبوع دوت بنزل من التجمع فاضي لحد الجيزه، وعمرها ما حصلت معايا. لكن الاسبوع دوت انا امبارح ماسك التليفون هين عليا هبده في الارض من قله الشغل والله. بس في الاول وفي الاخر بقول الحمد لله. طب هنعمل ايه؟ يعني هو اصلا الشغل ميت، الشغل ميت، مفيش شغل والله العظيم يا جدعان، الشغل ميت. بس بنقول الحمد لله اهي ماشيه بتزق، جبت بنزينك جبت مصاريفك وخلاص. هنزلك سكرينات شوت هنا لاوبر اللي الكيلو فيه ب5 جنيه. هتلاقي فيه كيلو واخده ب13 جنيه، وهتلاقي كيلو تاني واخده ب12 جنيه، وهتلاقي كيلو واخده ب9 جنيه، وهتلاقي كيلو واخده ب6 جنيه، وهتلاقي كيلو واخده بكام؟ ب20 جنيه والله العظيم زي ما بقول لك كده. وهتلاقي كيلو ونص واخده بحوالي حاجه و30 جنيه. هي الكلات. عارف ليه؟ عشان خلاص بقى بتاخد اختار المشوار الصح، المشوار اللي فيه مكسب. ما بقتش زي الاول بقى لا اخد بقى ال5 كيلو ام 30 جنيه دي، خلاص ما بقتش تاكل عيش. مع ان 5 كيلو ب 30 جنيه انت بتتكلم الكيلو في سكه ال5 جنيه، 5 جنيه وكسر. ما بقتش اخدها خلاص، ما بقتش اخدها. طيب تيجي بقى نخش بقى في برنامج التفاوض اللي الكابتن بينصح ان الكباتن بيه، اللي هو برنامج اندرايف. برنامج مميت اقسم بالله، لو اشتغلته هيجي لك الضغط والسكر. هنزل لك السكرين شوت بتاع رحلات اندرايفر. انا كده كده بفتح اندرايفر وانا شغال، بس ما بشتغلش عليه، ما بعتمدش عليه اطلاقا اطلاقا، ما بعتمدش عليه. عارف ليه؟ لان انا زي ما قلت لك برنامج مميت، اقسم بالله برنامج مميت.
هنزل لك بتاع 4 سكرين شوت او 5 سكرين شوت للاندرايفر، اقسم بالله الكيلو فيه ب 3 جنيه و80 قرش. كل المشاوير اللي هنزلها لك دي هتفاوض في ايه يا كابتن؟ ايه هتفاوض في ايه يا كابتن؟ هتفاوض في مشوار مديهوني 27 كيلو وامشي العميل 2 كيلو ونص، بتتكلم في 29 كيلو. على فكره انا بحسبها كده، انا ال 2 كيلو الزياده اللي بمشيهم بحسبهم على سعر مكسب الرحله. اللي مخرج ال 2 كيلو او 3 كيلو انت بتمشيهم دول ده خساره عليك، لا انا بدخلهم على كيلوات الرحله. مشوار 29 كيلو ب 100 جنيه اتفاوض، انا معاك يا كابتن اتفاوض. طيب انا عشان اتفاوض واطلع بس لحد ليميت ال 6 جنيه ونص في المشوار دوت، انا محتاج احط للعميل 100 جنيه زياده. طيب هل التطبيق يا كابتن بتاع التفاوض بيسمح ان انت ترفع لحد 100 جنيه؟ لا، ليك ليميت معين، يعني ممكن توصل لحد ال 30 جنيه. شكرا، يعني ب 100 يعني 130. شوف بقى هو مديله اللي هو ينزل نص المشوار، يعني 29 جنيه في اندرايفر. ها لو انت هتحسب بقى كيلو زي ما انتوا عايزين يا عم، هقول لك ب 6 جنيه مش هقول لك ب 8 جنيه. عارف لو ب 6 جنيه يعني انت محتاج 210 حاجه زي كده او 205. لو ب 6 جنيه، عارف لو ب 8 جنيه هتخش لك في 240. البرنامج التفاوض الجميل اللي انت بتكلمنا عليه ده هيخليني اوصل للعميل لحد 140. ده انت اقسم بالله بزود للعميل بال5 جنيه بيرفض. ده احنا في وكسه، احنا في وكسه. اتفاوض في ايه؟ قلت لك قبل كده وعملت لك فيديو قبل كده، قلت لك اندرايفر تفاوض في الخساره، تفاوض في الخساره. ما بين كل 10 رحلات عندك ظاهرين لك رحله بس مكتوب جنبها السعر العادل. شكرا. يبقى انت عايزنا نشتغل الكيلو ب 3 جنيه و80 قرش، ها، لكن نعمل اضراب عن اوبر وديدي وكريم ان الكيلو فيها ب 5 جنيه. يا باشا الكيلو ب 5 جنيه، اوعى تشتغل الكيلو ب 5 جنيه، لكن روح اشتغل اندرايفر ابو 3 جنيه و90 قرش. ما هو برنامج تفاوضي يا كابتن، تفاوض معاه، تفاوض معاه ووصله ل 4 جنيه و30 قرش، يعني ارخص من اوبر برضه. انتوا حاسبينها ازاي يا جماعه؟ ما احنا احنا في المقاطعه يا جماعه، خليكم فاكرين وخليكم احنا على مبدأنا. المقاطعه من الساعه 6 ل 9 صباحا، احنا متضامنين في المقاطعه من 6 ل 9 صباحا. اي حد يتفرج على الفيديو، المقاطعه من 6 ل 9 صباحا، احنا متضامنين يا جماعه معاكم. بس بجد ما تكرهوش الواحد في الشغلانه، بجد ما تقفلوش الواحد، يعني ما تمسكليش برنامج تفضل قافشهولي. ما انا ممكن اقفشك انت والبرنامج اللي انت بتعمله دعايه. خلي بالك، عشان الواحد بقى خلاص بقى جد، الواحد جد. ما تطلع تكلمنا يا كابتن على برنامج التفاوض ده، تشرح لنا مساوئ برنامج التفاوض ده يا كابتن. لكن انا كل اللي بشوفه اللي انت بتعمله تطلع تمجد في البرنامج. يا جماعه ده برنامج تفاوضي، تاخد الرحله اللي انت عايزها، اوعى تختار الرحله اللي مش عارف ايه. البرنامج مش بيجبرك، ما هو مش بيجبرني عشان اسعاره زي الخرا، عشان كده مش بيجبرني يا كابتن، مش بيجبرني عشان الكيلو فيت هقولها لك تاني ب 3 جنيه و80 قرش. اتفاوض في ايه؟ اتفاوض في حرقه الدم. يعني يوم ما هتفاوض مثلا في مشوار مثلا من ابو 3 جنيه و80 قرش، هوصل بيه لحد كام؟ هوصل بيه لحد 4 ونص؟ لا، ده انا اشتغل اوبر ب 5 جنيه احسن لي، وبخساره بس اشتغل اوبر احسن لي. ما هو في مكسب اهو نص جنيه، انا اولى بالنص جنيه، صح؟ ما احنا لو احنا هنحسبها بالعقل اقول لك الخمسه اكبر من 4 جنيه، يعني في فرق جنيه، او اكبر من 4 جنيه ونص، في فرق نص جنيه. معلش بتعمل لك ايه؟ بتعمل ايه اندرايفر؟ يعني إيه لسه منزله دلوقتي بتقول لك بونا او مش عارف مكافاه ل 700 واحد ولا مش عارف ايه، او 700 جنيه للكباتن اللي مستواها بلاتينيوم. فانت لازم الشروط اللي انت لازم مش عارف تعمل حاجه و20 رحله في خلال اسبوع عشان توصل لدي وتخش بقى سحب. انت مش اول ما هتوصل هتاخدهم، لا ده لسه في سحب. فالناس اللي هتستفاد دي من ايه بقى؟ الناس بقى اللي هم الناس الخطيفه الحلوه بتاعت اندرايفر، اللي هم ممكن يحرقوا 20 مشوار في اليوم و25 مشوار في اليوم و30 مشوار في اليوم. بتوع اندرايفر دول اللي ممكن يكسبوا في الريت. فيا جماعه اي حد داخل جديد المجال، انا بقول لك اندرايفر اقسم بالله هيجلطك وهيكرهك في المجال وهيخنقك. وخلي بالك في مشاوير حلوه، انا ما بقولكش لا، يعني برضو انا مش جاحد قوي زي الناس دي، لا في مشاوير حلوه، بس كل فين وفين لما تاخد منه مشوار ولا مشوارين حلوين. يعني ممكن في اليوم كله تقفش لك مشوارين حلوين في اندرايفر. وعلى فكره ما دام في ثغره لاندرايفر للعميل، انا ما كنتش عايز اتكلم في الحته دي، بس يا جماعه خد ده مني،
خد دي مني من تحت المعلقه كده، مش هتلاقي حد عارفها. مع اني ما بشتغلش ان درايفر، بس الحمد لله، عشان انا بقول لك انا ببقى داري بالدنيا اللي حواليا. يا عم لو انت كابتن وبتشتغل ان درايفر وبتشتغل بخساره وبتشتغل الكيلو ب 3 جنيه و80 قرش، ما تديش للشركه نسبتها. تديش للشركه نسبتها. هتقولي ازاي ما تديش للشركه نسبتها؟ تاخد المشوار، هتوصل للعميل، العميل ركب معاك، هتقفل الداتا. هتقولي ما هو بيتخصم اصلا مني. بعد ما توصل العميل للمكان اللي هو رايحه، تفتح الداتا وهتعمل لم يحضر العميل، وتتابع معاهم، هيرجعوا لك فلوسك تاني بعد 3 ايام. بس لازم انت تتابع معاهم، ما تسيبهمش كده. 50% من اللي بيشتغلوا ان درايفر بيعملوا الثغره دي، خلي بالك. ومحدش كتير يعني محدش بيقولها لحد. انا ما بشتغلهاش وعارفها. يعني انا ما بشتغلهاش وعارفها. يعني فاهم، يعني حتى واحد بالصدفه كده واقف معايا قال لي في كذا، قلت له انا عارف. قال لي اقسم بالله انا قبل كده كنت في الشيخ زايد، وما كانش معايا الا حوالي 9 جنيه ولا 8 جنيه. فضلت ال 8 جنيه دول شغال بيهم 4 ساعات، اخد بيهم مشاوير واقعد الغي، اخد بيهم مشاوير واقعد الغي، واخد المكسب كله ليا. ده من بق كلام ناس بتشتغل في اندرايفر. فخلينا في موضوعنا. عايز تشتغل اندرايفر، اشتغل اندرايفر براحتك جدا، بس ما تقبلش الكيلو اقل من 8 جنيه ونص زي ما الكباتن عايزين في اوبر وفي ديدي وفي كريم. المساواة في الظلم عدل يا كباتن. لكن ما تطلعش تقعد تعمل فيديو وتقول لي للناس اصل اشتغلوا برنامج تفاوضي، والبرنامج التفاوضي في الكيلو ب 3 جنيه و80 قرش. بقول لك ايه، ما دام وصلت لحد هنا هتدوس كلها وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام واعمل لايك واعمل اشتراك وابعتها له، يمكن ياخد باله.